يا بختك بصديقك يا عم جوحة. هو ضحى عشان وانا هضحي عشان جزيت المعروف انك تكون معروف، تعرف انت فين الخياليك الوحدي شهور وترد الجمال تبقى جميل وهاي. الصديق مش بس كلمة ولا معنى حروف، صديقك يعني ضلك بعديه اتفضلك، دي الدنيا مهما طالت احنا عليها ضيوف. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أراجوز؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ احسن مني؟ ده رد يا أراجوز؟ لا يا حبيبي، لما حد يقول لك ازيك يا أراجوز تقول له الحمد لله. قول ازيك يا أراجوز؟ الحمد لله. انت كويس؟ الحمد لله. رحت المدرسة النهارده؟ الحمد لله. ذاكرت؟ الحمد لله. سقطت؟ الحمد لله. يا نهار ابيض. لا يا أراجوز، ده احنا كده بقينا عاملين زي البغبغان. ما ينفعش. لا بتضحك عليا يا أراجوز، ما ينفعش يا حبيبي. لا ما تهزرش، المفترض السؤال او الجواب على قد السؤال. اما اقول لك ازيك يا أراجوز تقول الحمد لله. تمام. ازيك يا أراجوز؟ الحمد لله. انت كويس؟ كويس أوي. ذاكرت؟ الحمد لله. رحت المدرسة النهارده؟ طبعا طبعا. امتحنت؟ طبعا. وعملت ايه؟ بطلع الأول. بتطلع الاول وانت لسه بتمتحن؟ لا، بعد الامتحان ايوه بصححهم إجابة ايوه. وبطلع الأول ما بطلعوش النتائج. يعني بتطلع الاول لما بتطلع النتيجة. برافو عليك يا أراجوز. هو حضرتك بقى في سنة كام؟ إن شاء الله. إن شاء الله. ايوه في تانية ابتدائي. تانية ابتدائي. يعني انت بتطلع الاول من سنة اولى ابتدائي لحد تانية ابتدائي. الحمد لله. الحمد لله. على كده بقى مذاكر دروسك كويس. طبعا. لا قول لي يا أراجوز، هو انت بتاخد ايه بقى في تانية ابتدائي؟ باخد عربي تمام وحساب حلو. وإنجليزي ايوه وفرنساوي وإيطالي وهندسة وسعادة. بس وانا وانت واحنا في فرح ولا ايه يا أراجوز؟ يا حول الله يا ربي. طب انجليزي ماشي، فرنساوي ماشي، انما في حد بياخد في المدارس ايطالي يا أراجوز؟ طبعا. ولا حد بياخد صعيدي؟ طبعا. طبعا. انت بتاخد صعيدي ازاي؟ دي لغة دي ولا لهجة دي ولا ايه؟ لا يا أراجوز، بتاخد انجليزي ماشي، بتاخد فرنساوي اوكي. طب بقول لك ايه، انا بما اني ما بعرفش بقى فرنساوي، تعرف تقول لي من 1 لحد 10 بالفرنساوي؟ بسيطة. قول يا حبيبي. 1 فرنساوي. ايه 2 فرنساوي. بالفرنساوي 3 فرنساوي وصلحوا. وصلحوا. واحنا فرنساوي قهاوي ده ولا ايه يا أراجوز؟ لا لا يا أراجوز، لا لا انت كده غلط 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 غلط، ده مش فرنساوي. طب بقول لك ايه، تعرف في انجليزي؟ طب قول كده 1 2 1 بس بقى 1 1 3 وناوين ايه يا أراجوز؟ ده انت باين عليك ما تعرفش حاجه. يا حول الله يا رب، انت باين عليك بتطلع الاول بس من الاخر، صح؟ لا 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 لا, لا. انت مش من بقول لك يا أراجوز. طب اسالك في المعلومات العامه، انت كويس؟ طيب من عجائب الدنيا السبع حاجتين في مصر: 1 التوك توك. يا نهار ابيض. 2 صافيناز اللي هي يا ساتر يا رب. لا 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 دي مش معلومات يا أراجوز. لا لا ده انت كده هتودينا في داهيه. لا يا حبيبي بتهزر مع. طيب هسألك تاني، من عجائب الدنيا السبع حاجتين في مصر: 1 هرم خوفو. برافو 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 يا أراجوز، شاطر. امال بتضحك عليا ليه؟ طيب جدع. 2 فنارة اسكندريه. برافو. لا 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 انت شاطر جدا جدا يا أراجوز. وبص بقى. اه هقول لك من 1 لحد 10 بالكراسي. قول كده يا حبيبي. 1 2 3 4 5 6 7 8 برافو برافو يا أراجوز. برافو برافو. لا 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 جدع جدع يا أراجوز. شكرا 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 شكرا. شكرا يا أراجوز. قول يا حبيبي. أجمل اسم في الوجود يا مصر طبعا. اسم مجمع القلوب. مصر. شاطر. مصر مبروك مصر 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 مصر. تحيا مصر يا أراجوز. حلو قوي. تحية مصر يا أراجوز، صح. مساء الخير تاني، اهلا بيكم من جديد. واقول لكم فرقه الاراجوز المصري لازم اقدمه لكم الاول. استاذ ناصر عبد التواب مخرج فرقه الاراجوز المصري،
استاذ حمدي الاراجوز المصري والعرايس، واستاذ حمدي الايوبي الممثل ولاعب العرايس واحد مؤسسي الفرقه، واستاذ حسام حسين الممثل ولاعب العرايس والمنسق الاعلامي للفرقه. احنا ليه النهارده قلنا عايزين نعمل اراجوز؟ لان يمكن في الوقت اللي ولادنا بيتفرجوا على الكرتون المختلف، على الحاجات الاجنبيه، احنا محتاجين نفكرهم بالحاجات الشعبية المصرية اللي ممكن كتير ما يعرفوهاش. يعني دلوقتي شخصية الأراجوز لازم يروح المسرح عشان خاطر يتفرج على الأراجوز، بعد ما كان زمان موجود ومنتشر في القرى بشكل كبير جدا. وعايزة أقول لكم إن في أطفال كتير جدا إذا ما كانش في أعياد الميلاد بيطلع الأراجوز، ممكن يكونوا ما يعرفوش إن في مش عارفه اقول شخصيه الاراجوز ولا يتقال عنه ايه، ما احنا برضو عايزين نحترمه. مساء الخير. مساء الخير. مين ازاي دخل، حد يقدر يقول لي ازاي دخل الاراجوز مصر؟ يعني الباحثين بشكل اساسي اختلفوا في فكره انه الاراجوز جاي منين. يعني هو له اصول منين ومنين ومنين؟ اولا تركيا؟ لا، مش يعني دولة وجهة عثمانية. نظري انه مش من تركيا. مبدئيا اراجوز قيل احد الباحثين انه من كلمة اراجوس، ودي كلمة فرعونية وبالمعنى اللغة القبطية معنى الكلام. والله ارجيوس. واخد بال حضرتك؟ كمان في حد قال من احد الباحثين انه جاي من كراكوز. ده خيال ظل التركي. مظبوط، لان كراكوز ده موجود في كل بلاد الشام. تمام. بس كراكوز هو ده زي ده بالظبط ولا حاجه ثانيه؟ مسألة مختلفة شويتين لسبب بسيط. انه اولا تركيا ما دخلهاش خيال الظل مبدئيا، بس عشان نبقى كراكوز دي بالتحديد. اولا مصر جالها خيال الظل او مع شمس الدين بن دانيال في القرن 13 الهجري. سليم الاول اول مره يشوف بابة خيال ظل في مصر. سليم الاول هو السلطان العثماني. سليم الاول السلطان العثماني سنه 1517 لما فتح مصر. اوكي كويس. اوكي. اخذ كل الصناع المهره بما فيهم بتوع خيال الظل الى تركيا. دي واحد. يبقى اذا خيال الظل هو شافه مش جاي عندنا من تركيا، اللي هو رايح من عندنا لتركيا. طب عندنا جه ازاي؟ يعني انا على حسب ما بعرف انه مثلا في الافلام الاوروبيه برضو كان في حته خيال الظل ده، بس يمكن كان مختلف. تمام. خيال الظل اساسا نشأته شرق اسيا، بالتحديد جزيره جاوا. صحيح هو صيني حاجه كده. ايوه الحضاره الهنديه. مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ما ينفعش اقول على نوعين من الميديا بمسمى واحد. صعب جدا ان اقول على السينما فيديو والفيديو سينما. لا طبعا. صعب جدا طبعا. فبالتالي صعب جدا اني اقول على الكراكوز اللي هو وسيط ذات بعد طول وعرض، العروسه اللي بتتحرك خلف شاشه. واخد بال حضرتك؟ وده مسمى الكراكوز او خيال الظل التركي. مظبوط. ما اقدرش اقوله على عروسه مجسمه ذات 3 ابعاد اللي هو الاراجوز. في باحثين تانيين قالوا انه جاي تحريفا من أراؤوش. ايوه أراؤوش اللي هو الحاكم اللي كان او الوزير اللي كان شديد جدا. تمام. كان ظالم على فكره. كراكوش. فبالتالي في ناس بتقول لك ظالم وفي ناس بتقول لك كان شديد الحزم فقالوا عنه ظالم. هم قالوا ان هو ظالم، عشان كده لما انقضى حكمه لا بيقول لك كان حازم، فعشان كده حكم أراؤوش يعني ما بتتكسرشلوش كلمه. فجت كلمه أراجوز تحريفا لكلمه أراؤوش. لكن انا وجهه نظري انه نتاج الحضاره الانسانيه بشكل عام اذا استخدمها الانسان استخداما صحيحا وجيدا، واخد بال حضرتك، نقدر نصنع منه اشياء جميله. بدليل انه المسرح الروماني احنا بنستخدمه، مسرح العلبه الايطالي بنستخدمه، خيال الظل بنستخدمه، الاراجوز استخدمناهم ازاي؟ هو ده الموضوع. واخد بال حضرتك؟ اذا لكل بيئه حاضنه للفنون تستطيع ان تنتج خصائصها الخاصه بالبيئه بتاعتها او طبيعتها. بدليل انه في روسيا هنلاقي العروسه الشعبيه
طبعا اللي هي البتروشكا عرايس مثلاً. كتير. ايوه اللي هي اسمها إيه؟ البتروشكا. بتروشكا عليه البتروشكا. يفضل يطلع عرايس نطلع عرايس. بالظبط، طلع ال10 عرايس اللي هم 10 عاملين زي عرايس البيضة جوه 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 العروسة. علبه جوه علبه. او عفوا مثلا في انجلترا هنلاقي البانش جودي، هنلاقي في فرنسا الجنيول، هنلاقي في المانيا الجنيول، الكاسبرال او الكاشبرال. واخد بال حضرتك؟ في مصر هنلاقي الاراجوز. الاراجوز العين الناقده لكل ما هو سلوكيا او اجتماعيا كان خطأ او حتى سياسيا. واخد بال حضرتك؟ يعني مش مجرد تعليم اطفال. لا خالص. اولا في كل العالم العروسه الشعبيه عروسه محرضه على السلوك السيء. كويس. ولكن بعد استقرار الانظمه في كل بلاد العالم، سواء حتى البلاد الاوروبيه يعني، عندما تم استقرار الحكم فيها وبقى ما يسمى بالديمقراطيه وما شابه، بداوا يعملوا ما يسمى هدهده العروسه الشعبيه. هدهدت ان هو يتحول من انه عروسه تخاطب الكبار الى عروسه تخاطب الاطفال. فما تبقاش عروسه محرضه قد ما هي تبقى محرضه على العادات الجيده او السلوك الجيد او السلوك الحميد، اللي هو اغسل سنانك واغسل ايديك واغسل بقك واسمع كلام ماما واسمع كلام بابا. ده بشكل عام. عندنا في مصر حصل هذا الكلام. اولا العروسه الشعبيه في مصر، الاراجوز، عند حتى المثقفين، حتى عند الشعبيين بشكل اساسي، اللي منهم شيخ الاراجوزات عم صابر المصري ربنا يديله الصحه وطولة العمر، صلاح المصري مثلا، صابر شيكو، محمد كريم الله يرحمه، سيد صابر الله يمسيه بالخير. الناس الشعبيين دول اللي لعبوا اللعبه دي على الفطره وحبها. طبعا على راسهم عمنا الكبير الله يرحمه محمود شكوكو، طبعا الفنان العبقري، يعني هذا الفنان الجميل. طب الفنان محمود شكوكو ليه تخصص في دور الاراجوز؟ انا هسالكم بس عشان هو بيتكلم حلو قوي من حاسه انه يعني مش عايزه اقطعه. بس محمود شكوكو هذا الفنان العبقري هو لبس الاراجوز. ليه بقى؟ لانه الاراجوز من صفاته الاساسيه كعروسه ابن البلد، الشهم، الجدع، اللي بيخاف على بيخاف على كمان مكانه، بيخاف على وطنه. طيب هرجع لحاجه بس هنا بقى هاخد الجمله دي اللي هو حضرتك قلت لي كل الصفات الحلوه اللي موجوده في الاراجوز، ولكن عامه عندما يوصف احد بالاراجوز دلوقتي الايام دي هي شتيمه. ليه بقى؟ يعني لان الاراجوز ساخر. فيقول لك فلان اراجوز، اللي هو بيضحك ويهرج ويقول افيهات ما بيهموش حاجه. واخد بال حضرتك؟ لا دلوقتي بيستخدم بشكل ان هو يقول لك ده شخص اراجوز. ده بالظبط. يعني هو يحمل بداخله متناقضات العصر او متناقضات الدنيا. بدليل انه الاراجوز لقب به شاعر الثوره العربيه مثلا عبد الله النديم، نتيجه للتخفي اللي كان عامله. كان بيسمى بالاراجوز. لا انا عارفه ان الاراجوز استخدم في اوقات مثلا محاربه الانجليز والكلام ده كله. زي فاكرين الفيلم الرائع انا بحبه جدا بتاع رشدي اباظه، لا بتاع رشدي اباظه اللي زمان ارجع كانت ايه؟ لا وقت للحب. يا ديب لا وقت للحب. الفيلم ده عبقري. الاطفال اللي بيقعدوا يلعبوا وبيندهوا. كان في اراجوز في الموضوع صح ولا ما كانش فيه؟ ما كانش فيه. والله لا ما كانش فيه. وكان في الزوجه الثانيه. الزوجه الثانيه واستخدموا. والزوجه الثانيه كان فيها الاراجوز. كان فقره اساسيه. استخدموا وعلق على البطل. استخدموا صلاح ابو سيف علشان يوصل بشكل غير مباشر للبطله ازاي تخرج من المأزق اللي هي موجوده فيه. فهو حل عندها المشكله دي، فاستخدم الاراجوز. هنلاقي انه حتى كمان في الفيلم استخدم صلاح ابو سيف الشكل الشعبي على شكل الراوي اللي عمله في صندوق دنيا في بدايه التتر. والاراجوز، وانتهاء بانه يحل الحكايه لسعاد حسني بالحكايه دي او بالبطل بالشكل ده. نرجع تاني للحكايه انه الاراجوز يحمل متناقضات الدنيا حتى في مسماه، انه
يطلق على بعض الناس او بسبيل انه التريقه عليهم ان هم اراجوزات. ان هم اراجوزات. اذا حطينا كلمه اراجوز بس جوه سياق جمله تحمل معناها. اذا حطيناها بالمعنى السيء هتمشي، واذا حطيناها بالمعنى الجيد هتمشي. ايوه. فده عبقريه لفظ الاراجوز. ده وجهه نظري. بس ده كان سؤال برضو استاذ ناصر طرحه في يوم من الايام عليا. قال لي ليه الناس في مصر لما حد بيهرج او حد بيعمل حاجه ده اراجوز، ده اراجوز، بيبقى كمان بنيه التقليل مش بنيه هو عشان كده تقول لي عبد الله النديم الاراجوز. انا لازم فهو كان سؤال طرحه الاستاذ ناصر دوري عليه وبيحاول يجد له اجابه على هذا السؤال. فانا على ما اعتقد النهارده يعني اتفاجئت بانه جاي عارف. طيب انا هرجع لتحريك الاراجوز، بس ايه رايكم نشوف تقرير الاول وبعد كده نحاول نفهم الاراجوز ده بيتحرك ازاي. هاي اسمعوا، طوال عشرات السنين عائلتي كانت تعرض افلام الوحوش القديمه. على فكرة الحاجات دي صحيحة جدا جدا جدا، وخيال الظل ده من الحاجات برضو اللطيفة جدا وبعدين ليه ما جابوش في التقرير بكار الشخصية المصرية الوحيدة؟ جابوه بيقولوا لي طيب اوكي يا شاكر ما تاكلنيش. جبناه ما خدش بالي. اصل انا بحبه عشان الشخصية المصرية الوحيدة اللي طلعت شخصية مصرية كده. صحيح. طيب نحرك ازاي بقى العرايس زي ما قبل الفاصل كنا بنتكلم؟ دي العروسه الاراجوزه اهي. بدخل ايدي كده. الصباع ده بيدخل في راس العروسه. كده. ببدا بقى اللي هو الصباع الكبير اللي هي كده بيبقى هنا كده. والصباع التاني بيبقى اللي هو ده. بيبقى كده. انا هجرب، لازم اجرب. ما ينفعش يعني. اتفضلي. هي عادة بتبقى هواية ولا يعني ولا ايه يعني لازم واحد يحبها طبعا. انا مش عارفه غير الراس. هو باليمين مش كده؟ يمين او شمال. بصي هتبقى كده. هتبقى كده. انا مسكت اهو. هتبقى كده. ايوه بقى هتلاقي فتحات للايد. انا حطيت صباعي اهو في النص. لا في اسطوانه كمان جوه الكم. حط حضرتك صبعك هنا والصبع الثانيه نفس الحكايه اليمه الثانيه. ايوه. لازم ادخل كده. اهلا. اي ده انا ضربته، معلش انا اسف. عادي. ايوه اسف. وقت ده اهو. ايه حلو قوي. مبسوط. طيب وانا كمان. قول لي بقى العيال بتحبك ليه؟ طب انت ليه لازم تتكلم كده؟ ليه كل الاراجوزات من اول ما ابتدوا بيتكلموا بالطريقه دي؟ بيتكلموا بالربابه. بالزماره. ايوه بالزماره. ليه؟ اهو بحرك يا بابا. ليه بقى بالزماره؟ الصوت المميز للاراجوز. طب ايه رايك بقى يا اراجوز في اللي بيحصل في البلد؟ انت مبسوط من اللي بيحصل في البلد ولا زعلان من اللي بيحصل في البلد؟ بتروح تشتري حاجات ولا مالكش في السياسه يا اراجوز؟ والله بقى ربنا يستر. ربنا يستر على ايه؟ طيب حلوه الحكايه دي، انتوا طبعا عايزينها بس انا عايزه العب فيه. نرجع تاني بقى انت بتحط الزماره فين؟ كل شويه تخبيها. اما هتعملوا شو هديها لك ان شاء الله. اهو جنبي اهو قاعد محترم ولطيف. طيب ليه ما بيتعملش مثلا برامج للاراجوز في التلفزيون بما انه شخصيه مش عارفه ما اقدرش اقول عنها مصريه بس يعني ما نقدرش نقول عنها مصريه 100 بحكم انه بيتكلم بلغتنا وبلهجتنا يبقى مصري فيبقى مصري لانه في المنطقه العربيه في المنطقه العربيه بشكل عام مفيش عندهم الاراجوز
انا عارفه ان في سوريا وفي لبنان زي ما قلت لكم في الكراكوز الكراكيز الكراكيز بقول لك ده كراكوز مسرح كراكيز ومش شرط الدمى ومش شرط تبقى عندهم دمى دمى مش كده. لا انا اصل سمعت ومش شرط تبقى عندهم كمان. هم ممكن ما تبقاش عندهم، بس هم عارفين ان هو اسمه، ان هم يعني اسمها كراكيز. مش شرط تبقى عنده، يعني مش شرط تبقى في الدولة. بس هم عارفينها بمسمى الكراكوز. وعلى فكرة مش الأراجوز بس. أي عروسة بيشوفوها يعني لما خرجنا بره قدمتوا عروض بره؟ الحمد لله. احنا رحنا المغرب وتونس الكويت والكويت. طب انتوا سكريبت بيكتب زي مين بيكتب سكريبت؟ مبدئيا بس شويه احنا اخدين الحكايه بتاعه الاراجوز. الاراجوز اولا الشكل الشعبي القديم، الحواديت القديمه اسمها نمره كويس. نمره الاراجوز بابه خيال الظل. يعني السكريبت بتاع خيال الظل اسمه بابه خيال الظل. وده موثق بشمس الدين بن دانيال من القرن شمس الدين بن دانيال الموصلي اللي جاي لنا من العراق. طبعا من ده لما التتار دخلوا العراق جه هرب وجه على مصر، وكان طبيب عيون. وبعد كده كان بيفتح الدكان بتاعته وبالليل كان يعمل اراجوز. يعمل الخيال. لا مش خيال الظل. اوكي. فقدم 3 بابات وقدم 3 تمثيليات خيال ظل اللي حققهم الدكتور ابراهيم حماده. واخد بال حضرتك؟ غريب وعجيب وطيف الخيال. دول موثقين وموجودين. في بعد كده ظهر موثقين وموجودين ومسجلين، يعني ممكن يبقى في فيلم تسجيلي عنهم او حاجه كده، مش يعني موجود كتاب. طب يعني لم يحول الى عمل فني. اعتقد انه ألفريد ميخائيل عمل فيلم وثائقي اعتقد. لا يعني قصدي لم يتحولوا زي مثلا قصه تحول لفيلم. يعني ما كتب لم يتحول الى عمل. لا يعرض على مسرح او يعرض لا خالص. ليه طيب؟ ما فيش خيال ظل في مصر. لا يعني في بس يعني على كل كام سنه يعني حاجه بسيطه كده. لا مش فرقه وامضه مثلا. فرقه وامضه بتقدم خيال ظل. في فنان ساعات بيبقى في مزج بين خيال الظل. انا شفت ممكن في عرض مسرحي بيبقى حاطين فيه. انا شفت دي في لانه هو الهدف من انه وجود الاراجوز اولا الزماره لها سحرها. امانه الاراجوز لها سحرها، العروسه نفسها لها سحرها. فاحنا بنعملها تكئه نروح بيها لعالم العرايس، سواء خيال الظل او حتى العروسه الباتو او العروسه العصا او العروسه طب ايه اشهر طبعا الماريونات. انا بحب الماريونات قوي برضو. ايه اشهر العرايس؟ يعني احنا الاراجوز ده خلاص قلنا عنه عربي مصري. دي العروسه القفاز. دي في بعد كده في خيال الظل، في العصا او الباتو او السلك زي العروسه بتاعت بوجي وطمطم مثلا. واخد بال حضرتك؟ الماريونات اللي هو الخيوط. في المسرح الاسود، عرايس المسرح الاسود. في كمان عرايس الترابيزه. واخد بال حضرتك؟ دي اشهر الحاجات، اشهر انواع العرايس. هل اللي بيبقى مثلا بيعرف يحرك اراجوز يعرف يعني يتعامل مع العرايس الاخرى؟ طبعا بالتدريب. هو مش فاهم. يعني انتوا تخصصات؟ مش تخصصات، يعني احنا كفرقه اتكونت في 1 فبراير 2007. اهتمينا جدا في الهيئه انها تبقى فرقه متخصصه للاطفال. واخده بال حضرتك؟ فاتدربنا على انواع كتيره من العرايس، منها الباتول اللي الاستاذ ناصر لسه قايل عليها، عروسه القفاز، المارونيت اللي كان لسه في التقرير. واخده بال حضرتك؟ وعرايس اخرى. انما عروسه الترابيزه اللي لسه الاستاذ ناصر قال عليها دي انا شفتها مع حد في المكسيك. بيلعبوا بيها يعني بتوع عروسه ايه بقى بتبقى؟ عروسه الترابيزه. في ترابيزه بيبقى عباره ترابيزه والشخوص بتاعتهم بيمسكوها من فوق. واخده بال حضرتك؟ وهم اللي بيحركوا الايد في مسرح اسود. تقريبا بيبقى اللي هو الالترا هي الموجوده فقط لا غير، او الستاره الضوئيه. واخده بال حضرتك؟ طبعا ده بعيد عننا خالص، يعني مش لان هي بعيد عننا. انما هي العروسه المشهوره عندنا هي القفاز والعروسه الباتور والماريونيت.
طيب دي فوم صح ولا دي؟ أيوة، دي فوم. فوم ودي ايه ودي بقى؟ بلاستيك. دي بلاستيك ودي بلاستيك خشب. ودي. طب ايه الفرق بقى؟ الفرق قول يا حسام قول يا حسام لا هو في كان يعني صناعيه الاوميجا زمان كانت موجوده، فكانت بتعمل الراس من الخشب. احنا لازم نوريها للناس برضو عشان يفهموا. انا همسك الفوم، أيوة، حضرتك دي امسك خشب الاثنين التانيين حقيقي. عشان يفهموا يلاحظوا الفرق. انا ماسكه الفوم اهو خايفه عليه. لا ما تلاقيش جامد جامد كوي ما كوي. تلاقيش خايف. طيب اللي في ايد حضرتك ايه؟ دي بلاستيك اللي هي العروسه اللي هي اللي بنجيبها ب 15 جنيه. ده متداول. العاديه دي اللي بتبقى في بطول بابا وماما. ايوه دي اللي بتقول بابا وماما ما بتسكتش غير لما تحط لها بالظبط. ناخد الدماغ بتاعتها زمان كده، بس دي الدماغ. بقى طبعا بعد ما بتتبهدل يعني. ايوه وبنبدا نشتغل عليها لحد ما نوصلها للشكل دون، ونعمل لها برضو اللبس بتاعها. لازم يلبس كده صح؟ ليه بقى؟ لان هو ده ليه الزي لازم الرسمي يلبس احمر؟ للاراجوز. ده زي رسمي. طبعا. ما ينفعش اراجوز مش لابس احمر خالص. مفيش عمره ما طلع اراجوز لابس ازرق لا ولا فوشيا. لا خالص خالص. ما هو ده ليه بقى؟ من خصائص الاراجوز. اولا اللون الاحمر لون ساخن جدا. واخد بال حضرتك؟ غير كده انه بيتشاف كويس قوي. لون واحد. عادة الولاد مش بيحبوا الالوان المتداخلة، انما يحبوا اللون الصريح. فبالتالي الاراجوز جزء منه من لعبته الالوان الصريحة. اولا هو ابيض ابيض اسود اسود ما عندوش رمادي. غير كده العصايه بتاعته اللي هي الحل العبثي اللي بيعملوه. طب دي العروسه الخشب. الخشب دي المفروض اغلى واحد بقى. دي العروسه الخشب اكيد اغلى من دي ودي صح؟ طبعا. لانه اكيد الخشب دي انها اساس الاراجوز. ولكن لانه اولا صناعيه القيمه كانوا بيعملوها في وقت الفراغ، بيتسلوا. طب ليه ما عندوش طرطور؟ لانه احنا قلنا بس ان نوري الناس الفروق. بس نموذج ده قبل ما يلبس الزيت. لكن نتيجه لانه القيمه بقت تتعمل بلاستيك النهارده. وبتجيلنا من الصين. من الصين طبعا. حتى الاراجوزات من الصين. فبدات لا انا بتكلم على القيمه اللي هم بيعملوها الصنايعيه. اللي كانوا بيتسلوا في وقت الفراغ انه يعملوا لنا وش اراجوز او عروسه الاراجوز. بدا طبعا تنقرض او مش بيبقوا موجودين صناعيه القيمه. دخلت علينا الصناعه الصينيه فدمرت حاجات كتيره فبقينا بنتصرف زي ما انت شايفه كده فوم. الشعب بيتصرف يعني ايه بقينا بنتصرف. ايجاد حلول. طب انتوا تعملوا شو قبل ما نكمل ولا ايه رايكم؟ براحتكم. يا ريت عشان الناس برضو كده يعني اي مشكله. عايزين ده ولا خليه معايا؟ لا خلاص هديتي ما تقلقش بنيمه كده شويه بس لغايه ما يصحى. الله يسلمك الله يخليك. عامل ايه؟ كويس برضه كويس. ما احنا قلنا قول الحمد لله يا أراجوز. الحمد لله رب العالمين. بقول لك ايه يا أراجوز، انا سمعت كده انك هتطلع رخصة عربية. طبعا. تعرف اشارات المرور؟ طبعا. طب قول لي كده الاشارة الحمراء تبقى ايه؟ الاشارة الخضراء؟ استنى شوية. الاشارة الخضراء. طب الصفراء؟ استنى شوية. يبقى كده صح. يبقى الاشارة الحمراء قف، الاشارة الصفراء استنى شوية. انتظر. اسمها انتظر. ماشي. الاشارة الخضراء انتظر تاني. لا الاشارة الخضراء تعدي بقى. تعدي. يا حول الله يا ربي. يا ابني الاشارة الحمراء تقف. ماشي. تقف بالعربية ولما يقيد النور الاخضر تمشي. واخد بالك؟ او يديك اشارة صفراء اللي هو يعني ايه انتظر هنفتح لك السكة. تستعد علشان تمشي. صح؟ طيب انت بقى بعيد عن العربية، انت بتتصرف ازاي بقى وانت بتعدي السكة بما انك طفل صغير؟ ولا حاجة. بتمشي وخلاص. ربنا بيستر. لا 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 ايه ده في قوانين منظمة يا أراجوز للمرور. يعني تعمل ايه؟ المفترض الطفل كويس
المتعلم زي حضرتك يروح عند خطوط المعينة او المرسومة على الارض والعبور ايوه بتاعت المشاة. لما يلاقي العربيات وقفت يا اراجوز يعدي، صفرة ما تعديش، خضرة تعدي، صح؟ طيب انا هسألك سؤال صغير جدا. عندنا كوبري مشاة وعندنا سور كده في الارض، واخد بالك اللي هم بيعملوا بيه حاجز على الطريق، وانت مستعجل جدا تنط. يا نهار ابيض ما هتعمل ايه؟ تمشي يعني هتنط من على السور؟ لا 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 يا راجوز، ما الكوبري المشاة ده عاملينه ليه؟ لا لا وانت يعني عشان تستظل بظله؟ هي شجرة؟ لا يا راجوز، لا لا، كوبري المشاة معمول عشان امانك، عشان الامان بتاعك، عشان ما فيش عربيه لا قدر الله تخبطك او يحصل لك مكروه يعني. المفترض يا اراجوز تعدي من على كوبري المشاة حفاظا على سلامتك، صح يا اراجوز؟ ونقول لاطفالنا الحلوين برضو كده، عشان بقى يعني لانك انت يا اراجوز برضو قدوه، صح؟ لصديقهم لما يلاقوك بتعمل كده هيعملوا السلوك السيء، انما لما يلاقوك انت بتعمل حاجه صح وكويسه هيقلدوك، صح يا راجوز؟ لا انت كده كويس، الله يخليك، شكرا. انت كده كويس قوي، ربنا مش هتعدي من تحت الكوبري. لا لا خالص. والاراجوز لازم يبقى قدوه. 100 طبعا طبعا. انت بتحط ايه في بقك بقى؟ بحط زماره. ايوه مصر. ايوه بحط زماره، هي اللي بتطلع الصوت. هي اللي بتطلع الصوت. بتبقى محتاجه تدريب صح؟ لانها بيسموها بنسقفها، نحطها في سقف الحلق، تبقى قريبه من لسان المزمار. بس دي صعبه، مش ممكن تبلعها او حاجه؟ ممكن، بس بالتدريب ما بقاش ممكن. حصل معاه قبل كده. حصل معاه قبل كده؟ احنا بلعتها؟ شغالين وبلع. ايوه انت بتستصغرها بعد كده عشان خاطر لو بلعتها ما تبقاش مشكله. مش لا ما هي لو بقت صغيره قوي ما هيبلعها. يطلعش الصوت. بس ده مش خطر؟ هي بتبقى مقاسات يعني كمان. لا هو مع كتر الاستخدام خلاص، بحكم ان هو شغال فيها من زمان بتعمل زي بيت جوه. ايوه يا اول ما بيحطها بتخش فيه خلاص سبتت بقى. ولذلك من اول حد يتدرب عليها بيقعد فتره كبيره جدا ان هو يحطها في بقه علشان تجويف، على ما يعرف لان بتعمل التهابات في البق طبعا. طبعا وبتاثر يعني على احنا الزور. الحمد لله كمان عندنا 3 بيلعبوا بالامانه في الفرقه كمان، عشان تبدله عشان لو حد تعب يعني. بالظبط، وعلشان كمان ما تروحش الحكايه، لانه مشكله الاراجوز انه العدد اللي انا قلته الفنانين الشعبيين عدد قليل، يتعدوا على الاصابع اليد الواحده. فعلشان مشكلتهم هم برضو الاساسيه ان هم بيورثوها او كانوا بيورثوها، هم ورثوها عن ابائهم وبيورثوها لاولادهم، يعني معظمهم بهذا الشكل. لحد بس ما فيش مثلا مدارس لتعليم فن الاراجوز؟ لا لا لا, لا, لا. للاسف لكن احنا بنحاول سواء في المركز القومي لثقافه الطفل او الهيئه العامه لاصول الثقافه بفرقه الاراجوز المصري والعرايس ان احنا نحاول نجرب ناس على حفاظ على هذا الفن. طب امال لو حد عايز عرض اراجوز يروح فين؟ هو الطبيعي احنا كفرقه تابعه للهيئه العامه لاصول الثقافه بيروح الهيئه، حضرتك بيبعت فاكس لرئيس الهيئه بيروح الهيئه وبيبعتنا والله عشان لو لا ده فاكس عشان يروح يتفرج. مفيش عروض مواعيد معينه زي احنا عندنا 5 عروض شهريه في المكان اللي احنا فيه اللي تبعه. ده بيفتح لاي حد في الدنيا بيجي يتفرج، واخد بال حضرتك؟ ده خدمه لاهل المنطقه او المدارس اللي حواليها. ده بيبقى محكوم بالمكان اللي انت فيه. انما يعني الهيئه اللي بتعمل ده اللي هو لمجرد ان انت بتبعتي فاكس بتخاطبيهم ان انت عايزه الفرقه في مكان ما، في مدرسه ما، بيبدا هو يبلغك، بيديك اشاره ان انت عندك عرض في المكان ده، فبنروح بنشتغل فيه. انتوا بقالكم قد ايه تقريبا في الشغلانه دي؟ 9 سنين. 9 يعني سنين من 1 فبراير 2007 لحد النهارده. لاحظتوا تطور الاطفال ازاي يعني من 2007 لغايه دلوقتي؟ هل الدنيا اختلفت عند الاطفال شويه؟ اهتمامهم بفكره الاراجوز اكتر اقل؟ تعاملهم مع الاراجوز؟ يعني انا من الحاجات اللي بتنرفزني الحقيقه جدا
اما بيبقى في مثلا اللي هو البوجي وطمطم والمعرفش ايه اللي هي الشخصيات الكتير قوي اللي بتبقى كبيره، الماسكات بيقعدوا بقى العيال يشدوها ويضربوها ده مش موجود غير عندنا. لا. مع الأراجوز لا، في المسرح لا. ما يحصلش، لا حتى لو في الشارع يا استاذ نصر. يعني مثلا على مدار 11 يوم في معرض الكتاب اللي فات احنا تواجدنا 11 يوم. استقبلنا جمهور اطفال كتيره جدا. وعلى فكره جمهور الكبار كانوا اكتر من الاطفال. انا اظن ان الاراجوز ممكن يبقى فيه اراجوز للكبار، يعني زي الافكار السياسيه والكلام ده كله تبقى لطيفه جدا. لا مش شرط برضه على فكره. والله هو حسب الحاله الموجوده، يعني ممكن كده وممكن كده. الكرتون دلوقتي يعني انا واحد كاني هو المهم التفاعل. يبقى في تفاعل. احنا بنشتغل دايما على الاراجوز التعليمي للاطفال. وبرضه يعني الاستاذ حمدي دايما في الملاغيه بيبقى شاطر في الحته دي، انه يقدر يجذب الصغير والكبير. هو حضرتك بترتجل؟ طبعا. واللي حضرتك اللي انت شفتيه كل ده ارتجال. ارتجال مش مكتوب، مش وعاك رد فعل. بالظبط. بتعمل يعني معاك لازم تتوقع منه يقول اي حاجه وتبقى مجهز لاي حاجه. بالظبط، لانه هو الاساس في الحكايه. احنا بنحاول يعني احنا بنحاول نتعامل بالاراجوز على انه احد روافد المسرح التفاعلي. انا مش بقدم مسرح تلقيني للطفل. يعني ما بقولش الولد اغسل عينيك واغسل بقك، هو الولد نفسه اللي بيعمل السلوك او بيقول السلوك الحميد من خلال الخطأ اللي بيعمله الاراجوز. اوكي. يعني زي حضرتك مثلا لما بكلمه بقول له انت هتنط من على السور ولا هتطلع من على الكوبري؟ هنا السؤال ده قبل ما هسأله انا طرحته على الاراجوز، بيطرح على الطفل او على الكبير اللي موجود ايه رد فعله. من هنا باخد اجابات مختلفة من الاطفال. طبعا في طفل هيقول لي نفس اللي قاله الاراجوز، لا هنط. في طفل شايب طبيعته، في طفل يقول لك لا انا هلتزم بان انا همسك في ايد ماما وبابا وما بعرفش اخرج. في طفل تاني سايق. بتحصل وحصلت معانا كنا عاملين عمل قريب اسمه المسامح كريم. ده سكريبت كان ده سكريبت كان تأليف الأستاذ سيد لطفي وإخراج الأستاذ ناصر عبد التواب. فكان في برضو احنا بنعمل يعني برضو في جزء التفاعل ما بيننا وما بين الأطفال أو ما بين العرايس والأطفال. إن حصل موقف يعني إيه اللي هو لو صاحبك أخطأ فيك هل أنت ممكن تسامحه ولا لأ؟ فتلاقي إيه في ناس متسامحة، يعني في أطفال متسامحة، وفي تلاقي منهم طفل شاذ يقول لك لا مش هسامحه. لا ده انا هديله انا رد فعل. انا بسال واحد كبير قال لي الطبيعي ان ابني يضربه. ما هو احنا يضربه ياخد حقه وهو مش ضعيف جدا. بنربي يعني كتير بيربوا عيالهم اللي يضربك يضربه. بالظبط. ورغم ان في حاجه تانية برضو طفل فضل معايا 10 ايام موجود، فكان شقي جدا. فجيت بساله بعدها بيوم او يومين، بيقول لي يا عمو على فكره انا النهارده في ولد زقني في المدرسه فانا ما ضربتوش. قلت له شاطر، عملت ايه؟ قال لي رحت للمس فاشتكيته. قلت لها طيب وبعدين عملت لك ايه؟ كان رد فعلها ايه؟ ما عملتليش حاجه. قلت له طب وبعدين؟ قال لي رحت انا اتاسفت للولد عشان ما يضربنيش تاني. فحاجه غريبه. فده شيء جميل ان برضه في المسرح التفاعلي انك برضك لما بنفهم الطفل الصح والغلط وانك انت تعمل ازاي وما تعملش ايه، ده بيبقى شيء جميل ونجاح. وده برضو على يد الاراجوز طبعا. طب ايه رايكم نطلع لتقرير نشوف الناس نظرتهم ايه بيوروا اولادهم ايه في التلفزيون ونرجع تاني. بحب اتفرج على توم جيري وسبونج بوب وقت المغامرة. سبونج بوب. بحب اتفرج على توم جيري. بحب اتفرج على باربي. بحب النت اكتر ما بحبش الكرتون. People in the place if you wanna get down. افلام الكرتون يعني بتنمي حاجات جميله عند الطفل اهلا وسهلا، ولكن لو الافلام اللي هي مثلا زي مثلا توم اند جيري ميكي ماوس بتاع دي افلام جميله يعني فيها مسج فيها رساله، ولكن الافلام اللي هي فيها عنف فيها ضرب نار تبص تلاقي الولد بيتعلم برضه بيحاول يقلدها في البيت بعد كده
فبتسيب عليه امباكت، يعني اثر مش كويس. دي ابني عنده 8 سنين بيتفرج على كرتون بس ساعتين بس كل يوم، بس هو مش بيتأثر بيها. عندي اطفال وبيتفرجوا على افلام كرتون، في منهم بعض الافلام بيتأثروا بيها وفي بعض الافلام ما بيتأثرش بيها طبعا. بتتابع حديثهم مع بعض، تعرف ان هم منتبهين للفيلم كويس والفيلم اداهم معلومه بينقلوها لبعض. انا متابعه على بعد بقى، مش قريب قوي، بس لا واثقه ان هو ما بيتفرجش على حاجه كده ولا كده. بتحب تقلد افلام الكرتون قوي، بتحب يعني اي حاجه بتلفت نظرها بيعملوها، اللي هي برامج اللي بيبقى فيها الحيوانات دي زي سيمبا اما كان صغير وكبر، تحب تقول يا ماما عامل زي سيمبا. انا بنتابعها على طول، هي لان عشان البنت يعني على طول بتتفرج عليها، وممكن اليوم كله نفضل قاعدين جنبها نتفرج على برامج الاطفال، يعني هنعمل ايه؟ انا عندي ماريا عندها 7 سنين وساره عندها 9 سنين. طبعا بيتأثروا بكل اللي موجود وكل اللي بيتعرض، سواء بقى افلام كرتون او غير كرتون. انت عارفه التلفزيون مليان. مايفل بتحب تتفرج على المسلسلات التركي، ما لهاش قوي في كرتون. بشوف هي ايه اللي بيشدها، العربي الاكتر ولا الاجنبي الاكتر وكده، فبلاقيها فعلا بتستفاد منه وبعدين بتقلده. افلام الكرتون حلوه وبتصير الطفل وبتصير خياله وبتنمي الخيال عند الطفل، يعني في بيستفيدوا وفي ما بيستفادوش منه، بيضيعوا وقتهم فيها. يعني المحتوى ده بقى بنشوف ان احنا ده بيتمثل بشكل تاني خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى انت النهارده عندك حاجات وطنيه ممكن تتمثل بيها، حاجات سياسيه ممكن تمثل بيها، عشان تبقى دي قدوه ليهم، لان هو بيقلدوا. لازم نفرجهم على حاجات هاديه وفيها نصايح واخلاقيات واتيكيت وحب للبلد. طبعا هي علاقة الكرتون والكلام ده كله يمكن عشان خاطر يعني حبينا نقول ان يعني يا ريت يبقى في بديل مصري في الموضوع. طب ما فيش مسرح للأراجوز، يبقى مسرح قائم كل يوم كده زي ما في مسرح العرايس، زي ما في يبقى عروض يومية، يبقى معروف انه ده تعليمي وترفيهي ويبقى فيه سكريبت ومسرحية كاملة. تمام. واحنا فرقة الأراجوز المصري والعرايس قايمة على حاجة مهمة جدا، اللي هي استخدام الأراجوز انه يا اما ينقلني للعرض المسرحي اللي انا مدته ساعة الا ربع او نص ساعة بقول فيها مورال، منها اهمية التعليم مثلا، او اهمية الصداقة، او حقوق الطفل، حقوق الاطفال، من خلال التكئة اللي عملناها اللي هي الأراجوز. ايوه او بعد العرض ما يخلص او الجزء اللي احنا عاوزينه في الدراما يخلص، اخد الجزء التفاعلي اللي ما بين الأراجوز وما بين الجمهور. ده الفرقة مبنية على هذه السياسة او هذه الاستراتيجية او الهدف ده. اعتقد انه بعد ثورة 52 وبالتحديد وزارة الثقافة لما طرحوا ان هم ياخدوا فنون الشارع ويبقوا مسؤولة عنها الدولة، زي مثلا السيرك القومي، كل فنون السيرك كانت بتقدم في مصر في الموالد وفي الساحات الشعبية. اتعمل لهم السيرك القومي. كان محمود شكوكو اول حد في مصر قدم مسرح عرايس في حديقة الأسبكية قبل ما يقدمها في السينما والكلام ده. قبل القاهرة العرايس. يعني لا يعني قصدي قبل ما يبقى قبل ما يقدمها في السينما يعني. لا بعد ما قدم سينما. بعد ما قدمها في السينما. بعد ما قدم سينما. بعد ما قدم سينما. قدم 3 عروض مسرح عرايس قبل القاهرة العرايس. قدم انت بتقول لي حاجه و50 ده اكيد كان معروف وقتها، هو بادي من الاربعينات تقريبا. شكوكو في كوكب البطيخ. حضرتك عرايس. لما الزعيم جمال عبد الناصر في احد زياراته لروسيا شاف مسرح العرايس فقال لي ما يبقاش عندنا. فتعامل مسرح القاهره العرايس. المشكله انه مسرح القاهره العرايس لم يقدم الأراجوز، انما قدم جزء بسيط من الأراجوز في الليله الكبيره. صح. ما لعبش عليها. ولما حتى عمل أراجوز علي لوز قدموا ماسك، ما قدموش عروسه. ما قدموش عروسه الأراجوز. قدم أراجوز علي لوز. واخد بال حضرتك؟ مسرحيه لكاتبنا الكبير الشاعر سمير عبد الباقي، واخراج المرحومه مصممه العرايس العبقريه نجلاء رأفت يعني. واخد بال حضرتك؟ انما ما قدموش الأراجوز كمسرح أراجوز.
مسرح الاراجوز كان موجود في الشارع، ايوه، وما زال موجود في الشارع، لكن على استحياء. برضه لانه عمنا محمود شكوكو هو اللي عمل نقله عند الشعبيين ان هم يقدموا عروض الاراجوز في اعياد الميلاد. صح، في اعياد الميلاد كلها بنلاقي وبدأوا يهذبوا من حوار الاراجوز. الاراجوز صليط اللسان جدا. صليط اللسان. انا كنت بزعل قوي اما بشوف عيد ميلاد والاقيه بيشتم او بيعمل لا، حاجه. ما فيش عيد ميلاد بيحصل فيه ده، ولا حتى الحضانات دلوقتي. دلوقتي ما عادش. يعني لا، ما عادش. يعني بدأوا انا بقالي فتره الحقيقه بقالي شويه ما شفتش قوي. لكن ساعه الفقره بخرج. فالفرقه الحمد لله قدمت مجموعه عروض، منها معروف في بحر الحروف تأليف حسام الدين عبد العزيز، من كمان، وده كان بيتكلم عن أهمية الكتاب والقراءة. حلو قوي. طب احنا وقتنا خلص، تحبوا تقولوا ايه في الاخر؟ يعني تحبوا ايه اللي ناقص هذه المهنة او هذا المسرح؟ ايه اللي عايزينه محتاجينه؟ والله يعني هو الحمد لله احنا شغالين بشكل كويس، بس احنا محتاجين برضو، يمكن اتكلمنا قبل كده، ان يبقى في انتشار بشكل كويس اكتر من كده، وان احنا نوصل لهدفنا. احنا نوصل للناس يعني. احنا هدفنا نوصل، يعني يبقى في بروتوكول ما بين الهيئه والمدارس، ان انا انظم حفلات ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الثقافه، هيبقى فيه يعني نطاق اوسع، بحيث ان برضو ان الطفل كمان حتى يتعرف على العروسه، لان في اطفال برضو هنرجع ونقول يعني برضو الكرتون، يعني في اطفال ما تعرفش الاراجوز. ما انا قلت ما خساره كتير يعني في اطفال ما تعرفش الاراجوز. فلما يبقى في انتشار بشكل كويس في المدارس هنقدر نوصل للطفل ايه هو الاراجوز. لا، هي مشكله فرقه الاراجوز تحديدا، هي وصلت لاماكن كتير، ما عدا الاماكن النائيه اللي احنا بننادي بيها الهيئه نوصلونا للاماكن النائيه عشان نوصل للطفل المحروم هناك، اللي بيشوف العروسه ده بيبقى مبهور جدا وخايف ان هو يلمسها. للاسف الشديد ان الانتاج في الهيئه مش ما فيش فلوس عشان تنتج. اكيد. فدي مشكله. طبعا. مشكله. اتفضل استاذ ناصر. انا بتمنى انه العروسه تنتشر، لانه احنا في جزء كبير جدا، الدوله عندها جزء واحنا عندنا جزء كمهتمين بالعروسه، يعني سواء انا او القاهره العرايس المنوط بتقديم العرايس في مصر هذا الصرح العظيم، يعني انه ليه ما ننزلش نعلم ونعمل ورش ونعلم الناس مثلا في كل مصر. ليه ما يبقاش عندي، احنا 90 مليون، ليه ما يبقاش عندي في 27 محافظه في كل محافظه فرقتين او 3؟ صحيح. ومحدش بياخد رزق حد. صحيح. والله محدش بياخد رزق حد. بس طب انا وانت عايزين نقول باي باي للناس، ايه رايك بقى؟ نقول لهم ازاي يا اراجوز ان انت كنت مشرفنا النهارده. انا مبسوطه قوي انه لازم نعرف الناس بالفنون الشعبيه بتاعتنا، لازم نحاول كل حاجه مصريه، كل حاجه اصيله نفكر الناس بيها، مش كده؟ مظبوط. ايه تاني؟ مظبوط. نقول ايه تاني للناس؟ باي باي. الى اللقاء، اشوفكم بكره باذن الله.